من قلب الكاريبي جزيرة صغيرة تبدو وكأنها جنة موجودة على الأرض، لكن اللي انت ما تعرفوش انه بيحصل جواها واحدة من أكتر قصص الاستغلال الجنسي والنفط اللي موجودة في العالم كله. اسمها ليتل سان جيمس، وعالميا بيطلق عليها اسم جزيرة إبستن، المكان اللي حولته شبكة من القوة والمال لمركز بيحصل فيه الجرائم الجنسية والإتجار بالقاصرات. ¡Humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! ركز معايا وكمل الفيديو للآخر عشان المعلومات اللي انت هتسمعها في الفيديو ده مش هتسمعها في أي حتة تانية. أنا هكلمك عن اللي بيحصل في الجزيرة دي بالتفصيل الممل، وأي معلومة انت عارفها أو ما تعرفهاش هتبقى موجودة في الفيديو ده. فعشان كده عايزك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومش هطول عليك في المقدمة أكتر من كده، بس النسبة اللي قدامك دي الناس اللي مش مشتركة في القناة، فأنا عايزك قبل ما تكمل الفيديو تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس مش هطول عليك أكتر من كده، يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عن الشخص صاحب الجزيرة دي، وهو جيفري إبستن. اتولد في نيويورك سنة 1953. كان بيشتغل في أول حياته المهنية كمدرس، لكن الموضوع ده ما استمرش كتير. بعد كده اتنقل لعالم الاستثمار وإدارة الثروات، وكون شبكة علاقة قوية جدا مع أتقل ناس موجودة في السياسة، شخصيات سياسية كبيرة جدا ومشاهير وممولين. أتقل الناس اللي انت ممكن تتخيلها جيفري إبستن كان على علاقة وطيدة جدا بيهم، وهو كان بيتفخر بالعلاقات دي جدا. وفي صور كتير جدا كانت منتشرة ليه مع ناس مشاهير، في جزء منها سياسيين زي الشخص اللي قدامك ده دونالد ترامب، والصورة دي كانت في التسعينات. واللي قدامك ده مايكل جاكسون، وفي برضه صور مع رئيس أمريكا السابق كلينتون. دي حاجات بسيطة جدا، إنما هو كان على علاقة كبيرة جدا مع ناس مشاهير أكتر من كده بكتير، بس أنا ما لقيت لهمش صور بصراحة. لكن كمل معايا الفيديو عشان تعرف إيه اللي بيحصل في الجزيرة دي بالظبط. ليتل سان جيمس، الجزيرة دي كانت موجودة في جزر العذراء الأمريكية. اشتراها إيبستن سنة 1998، وكانت زي ما تقول كده قصر خاص بيه، حاجة ملكه هو لوحده. اشتراها بفلوسه ومحدش يقدر يكلمه أو حتى يقوله أنت بتعمل إيه في الجزيرة دي. بس اللي الناس ما كانتش تعرفه إن الجزيرة دي ما كانتش مجرد مكان للسكن، دي كانت مقر لعمليات شبكات واستغلال جنسي واسعة جدا. السكان المحليين اللي موجودين في أمريكا أطلقوا عليها اسم جزيرة البيدوفيليا بسبب اللي كان بيحصل هناك. صور وفيديوهات رسمية أعلنت عنها الرقابة الأمريكية، والصور والفيديوهات دي كانت فيها حاجات غريبة جدا. أنا مش هقدر أعرض لك الصور كلها لأن في صور لو عرضتها في الفيديو ده ممكن الفيديو ده يتحذف، بس المهم إن كان في حاجات موجودة هناك وبتتشاف مقلقة جدا. وكان فيها أوض وأماكن بيعملوا فيها تجارب على أطفال. الأطفال دي سنها ما كانش بيعدي ال10 أو 13 سنة بالكتير. جرايم وسخة وحاجات بشعة جدا كان بتحصل هناك، زي الإتجار الجنسي مثلا. وفي الوقت ده بالذات الاتهامات اللي كانت متوجهة لإيبستن كانت خطيرة جدا. أول تهمة إدارة شبكة دعارة واستغلال جنسي لبنات سنهم ما يتعداش ال 13 سنة. تاني تهمة إنه استخدم الجزيرة ديت وأدوات تانية غيرها استغلال البنات وتجنيدهم. وفي اتهامات إن الضحايا اللي كانت معاه احتفظ بيهم لوقت طويل جدا وما كانش بيديهم حتى الحرية إنهم يعملوا أي حاجة. الحكومة ساعتها اتهمت إيبستن بالإتجار الجنسي، وبعض الضحايا منهم حاولوا الهروب لكن محدش قدر يطلع من الجزيرة دي، لأنك موجود في عرض البحر. حتى لو طلعت من الجزيرة هتمشي من هنا ازاي؟ إيبستن الحكومة اتهمته قبل كده في 2005 واتورط في قضية شبه الإتجار الجنسي كده بالظبط، بس هو ساعتها خد براءة لأن الأدلة اللي كانت موجودة عليه ما كانتش كافية أو ما كانتش منطقية. بس في يوليو 2019 اتقبض عليه تاني بتهمة الإتجار الجنسي واستغلال القاصرات، وزود عليهم كمان التآمر. وكانت الجلسات دي كلها شغالة وهو موجود في السجن. بس الموضوع الغريب اللي حصل إن هو انتحر وهو موجود في الزنزانة. الموضوع ده سبب جدل شديد جدا في العالم. انتحر ازاي وهو موجود في سجن انفرادي ومفيش أي وسيلة إنه ينتحر بيها؟ وكمان الأمن اللي واقف عليه ازاي ما خدش باله من حاجة زي كده؟ أنا حاسس عن نفسي إن الموضوع ده فيه وهم أعلنوا إنه انتحر عشان خاطر يقدر يهرب من السجن ومحدش ياخد باله خالص. بس ده مش مهم، خلينا نكمل. في تطورات كبيرة جدا خلت القضية دي تنفجر من تاني. هي أصلا كانت ترند قبل كده بس انفجرت تاني في 2026، وهي طلعت ترند دلوقتي عشان الوثائق اللي تم انتشارها في 2026.
أكتر من 3.5 مليون صفحة من صور وفيديوهات وإيميلات موجودة للضحايا، ووثائق بتشمل صور وفيديوهات للجزيرة نفسها، وملفات اتصالات ما بين إيبستن وشخصيات مشهورة جدا على مستوى العالم. الوثائق دي وقتها خلت الدنيا تتقلب في أمريكا والعالم كله، لأن فيها أسماء كتير جدا واتصالات بناس كبيرة جدا. وفي نفس الوقت وزارة العدل اللي موجودة في أمريكا نفت إن المواضيع دي بتحصل أصلا، لأن اللي متورطين فيها ناس كبار وتقال جدا سياسيا. فعشان كده وزارة العدل نفت إن أي حاجة من المواضيع دي كانت بتحصل أصلا. وواحدة من الأشخاص اللي اتهمتهم الحكومة إنها بتساعده في تجنيد الضحايا اتحكم عليها بالسجن في المحكمة، بناء برضه على تهم بتتعلق بالإتجار الجنسي واستغلال القاصرات. بعد موته بقى حصلت مواضيع كتير جدا. حصل اتفاق قضائي في جزر العذراء، وتقرر انه يتم دفع اكتر من 100 مليون دولار لأسر الضحايا كتعويض ليهم. وبرضه ده بيسهم ان هم يدعموا برامج مكافحة الاتجار بالبشر. يعني في اكتر من 100 مليون دولار اتصرفوا على جزيرة إيبستن. القضية اتورط فيها عالم السياسة والفلوس. الاتهامات شملت ان إيبستن كان على علاقة بشبكات سياسية قوية جدا، وده دفع ناس كتير جدا انها تطلع نظريات مؤامرة. ودي كلها اجتهادات، مفيش حاجة رسمية ظهرت او اي دليل يدل ان الكلام اللي بيتقال ده صح. لكن في جزء من الوثائق دي ظهر، وفعلا ده دليل ان إيبستن كان على علاقة بشبكات سياسية ضخمة جدا وشخصيات سياسية كبرى ومعروفة في العالم كله. لكن الاعتراف القانوني الفعلي للأسماء دي كان محدود جدا. أي نعم في صور موجودة، لكن في ناس تانية بيتقال إنها ليها صور برضه، بس مفيش دليل على كده. الخلاصة إن قضية جيفري إيبستن مش مجرد قصة للتسلية أو فضيحة انتشرت وخلاص. دي شبكة معقدة جدا من استغلال السلطة والمال والنفوذ، طالت أطراف عالمية وخلت العالم كله ياخد باله ويعيد النظر في الموضوع ده. حتى بعد موت إيبستن القضية لسه شغالة، ولسه الحكومة بتدور وعايزة تعرف ايه اللي كان بيحصل في الجزيرة دي بالظبط، لأن الوثائق اللي خرجت في الوقت ده فتحت أسئلة كتير جدا. الأسئلة دي مش بس قانونية، دي أخلاقية وسياسية على مستوى العالم كله. لحد النهاردة العالم كله بيسأل، هل الحقيقة دي كلها انكشفت ولا لسه في حاجات مخفية؟ شاركني رأيك في التعليقات وخلينا نتكلم مع بعض بعمق أكتر في الموضوع. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. واستنى الفيديو الجديد قريب بإذن الله. سلام.